بص، الناس كلها عارفة خوفو، الهرم الأكبر اللي هو واحد من عجائب الدنيا السبع. لكن محدش يعرف مين اللي مهد الطريق ليه. لكن محدش يعرف اللي مهد الطريق لخوفو هو أبوه الملك سنفرو. ودي حكايتنا النهاردة عن الملك سنفرو. سنفرو مش بس حكم مصر، لأ، ده غير شكل العمارة الجنائزية في تاريخ مصر كلها. ازاي يا أستاذ؟ ما هي الأهرامات ديت كانوا بانيينها لأنها عبارة كانت عن مقابر. بعد كده يا أستاذ عايز أقول لك إن الملك سنفرو هو مؤسس الأسرة الرابعة، وتولى الحكم بعد وفاة الملك حوبي آخر ملوك الأسرة الثالثة. بعد كده بدأ الملك سنفرو أول مشروع ضخم ليه، وكان في منطقة ميدو. في هذه المنطقة بدأ بناء أول هرم ليه في منطقة ميدو. المشروع بدأ كأنه مصطبة، يعني الهرم كان مصطبة واحدة. بعد كده المصطبة اتطورت